ايه رأيكم بقى؟ قلت النهارده نعمل حبة فول بالطماطم كده، حلوين قوي لفطار يوم الجمعة او لغدا او لعشاء او لسحور. بصراحة بيسد في اي وقت، مع حبة مخلل، مع حبة بطاطس محمرين او بتنجان مقلي. احلى اكلة فعلا ممكن نعملها، كلنا بنحبها. نشوف بقى، طبعا كل واحد فينا له التركة بتاعته في اي اكلة. نشوف بقى انا بعمل الفول بالطماطم ازاي، ويا رب يعجبكم. عندي هنا طاسة على النار، حطيت فيها كمية زيت، حطيت فيها حبة توم كده حلوين. انا بحب اكتر التوم شوية. في ناس بتعمله بالبصل، وفي ناس تعمل بصل وتوم. انا بصراحة بحبه بالتوم. اكتبي لي كده في الكومنتات، بتعمليه بالبصل ولا بالتوم، وانه في رأيك بيبقى احلى. هنحمره بس ايه، انا بخليه لونه ذهبي، مش بحب احمره قوي. اعملي بقى لايك للفيديو، لو لسه مشتركتيش في القناة اضغطي على زر الاشتراك الاحمر وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه ان شاء الله. كده تمام. هنزل بقى بايه؟ بالطماطم بتاعتي. انا ببقى عصرة الطماطم، في ناس ممكن تقطع الطماطم قطع صغيرة او تبشرها بالمبشرة. كله تمام وكله ماشي. بعد كده بهدي النار شوية، نار متوسطة، واسيبها ايه تتسبك. هنا عندي الفول بتاعي على النار، كنت عاملة دماسة. هبتدي اخد ايه كمية الفول اللي انا ايه هطبخها او هعملها. كده انا خدت دي نص كمية الفول، باخده صحيح كده واحطه. نص الكمية التانية باخدها اهرسها وخليها ناعمة خالص. ليه؟ لانها بتديني قوام كده، وتخلي الفول لافف، او الفول بالطماطم يبقى لافف كده، ما يبقاش صايص. لو انت حابة تعمليه كله مهروس تمام، او حابة تحطيه كله صحيح تمام. بس انا بحب احط نص كده ونص كده، واوطي النار بقى واسيبه كده ايه يتشرب من بعضيه وياخد ويدي مع بعضيه. هحط نص معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره المجروشه. الكزبره انا بخليها كده ايه خشنه، بحيث ان طعمها احس بيه تحت اسناني، بتبقى لذيذه قوي. بعد كده احط الملح، واحط حبه سكر عشان تعادل حموضه الطماطم. وبعد كده مش ناقص بقى غير ايه، يا اما تحبي تحطي حبة شطة تمام، حبة هريسة، هريسة شطة تمام. انا بحط فلفل اخضر، حطيت حبة قليلين عشان عندي في البيت برضو مش بيحبوا الحاجة حامية قوي. ممكن تحطي فلفل رومي بس خليه اخر حاجة عشان تحتفظ بالنكهة بتاعته.